عقود خلت ولا تزال منطقة القبائل تحافظ على أواصر التعاون والتكافل بين أفراد المجتمع، ولعل ما ساعد على بقاء العادة الحميدة إشراف أعيان ومشايخ المنطقة عليها، والذين يعرفون بثجمعت. لوزيعة عادة يحييها سكان منطقة تيزي وزو في المناسبات الدينية، وخاصة المولد النبوي الشريف. كل طفل عويذ قمارن مد حضر 13 ثنا لوزيعة، مد حضر المولد انا لوزيعة، نزلوا تهاكي يباسوا قبل لا الغاشي ناسيون لا فولونتي ولا فولونتي اكسو ماكي ماشي كيخدم من زيكا تخلي الصناعات الصديقه دي تصدق الغاشي. رجال ونساء، كبار وصغار، الكل يساهم في هذا اليوم بالمال والسواعد. تذبح العجول وتقسم بالتساوي، والفوارق الطبقية مصطلح لا مكان له في قاموس المنطقة. هي مظهر من مظاهر التكافل الاجتماعي، مظهر من مظاهر العدالة الاجتماعية، ومظهر من مظاهر التضامن كذلك. كلش المحسنين إلى عمر 8 ونادي خلصين وموز ميرارا الصديق تصديق الغاشي تاع الدار وانت جماعتي ونساك الخير والبركة. حتى المقيمون بالولايات الأخرى يلتحقون في هذا اليوم بمنطقتهم لإحياء عادة توارثوها عن الأجداد ورسخت في عقول الأبناء. كما أنا جيت مع ألجي سبيسيالمون بور سيت سيركونستانس، سي لوكازيون وين بور بيربيتيي شوية لا تراديسيون. الكل سواسية، الفقير والغني، الضعيف والقوي، والجميل في منطقة القبائل محافظتهم على أواصر التعاون التي حث عليها نبي الله محمد، الذي يحتفى بمولده من خلال إحياء عادة لوزيعة.